كتب رجل بخيل لزوجته: زوجتي، لا أستطيع أن أرسل راتبي إليك بهذا الشهر، ولذا أرسلت إليك 100 قبلة. زوجك المخلص. وبعد أسبوع أرسلت له ردا: زوجي العزيز، شكرا لقبلاتك وإليك التفاصيل. أعطيت بائع الحليب قبلتان، وأنفقت للبقال 7 قبل، وصاحب المنزل يأتي كل يوم يأخذ قبلتين، والجزار 40 قبلة. ولا تقلق، بقي لدي 35 قبلة للشهر القادم، وأتمنى أن تكفيني، وسوف أتبع هذه الطريقة لأنها حلت الكثير من المشاكل. زوجتك المخلصة. بالنسبة للأزواج الذين يسافرون ويتركون زوجاتهم وأولادهم بدون مصاريف، ها نحن وجدنا لكم الحل. أرسل 100 قبلة في الشهر تحل لكم جميع المشاكل.